يعني يبدو أن يعني ما قامت به الدكتورة فريدة بالتواجد داخل كلية التربية والالتقاء بهم، هي تتحدث عن تدريب الخريج وتعليمه، و يعني أن يعني يقوم السيد وزير التربية والتعليم بتطوير مناهج التعليم دون الاستعانة بخبير تربوي أو أستاذ في كلية التربية. هذه نقطة في تصوري أنها تستوجب منكم الرد، لأن ما تقوم به الأستاذة فريدة بالتواجد داخل كلية التربية لم يقم به الوزير بالاستعانة بهؤلاء الخبراء في تطوير مناهج التعليم لديه. هو بس عشان نبقى منصفين، هو الاستعانة بالخبراء بتوع التربية كلية التربية موجود. نعم. انما المشكلة الكبرى، ويمكن الاستاذة تأيدني فيها، ان عشان اطور مناهج في حاجة اسمها مصفوفة المناهج. تمام. المصفوفة دي بتبدأ من اولى ابتدائي او ما أيوة. قبل التعليم الابتدائي لحد ثانوية عامة او الثالثة ثانوي، سواء ثانوي عام او فني او غيره. المشكلة عندنا ان احنا بنقتطع يعني جزء من تطوير ثانوية عامة المنظومة فقط بس. ونيجي نقول دي تطوير المرحلة الثانوية، نعم. تطوير المرحلة الإعدادية. لا، احنا عايزين مجموعة الخبراء اللي حضرتك بتتكلم عنهم دول، اللي هم أساتذة كلية التربية، مع الناس الخبراء الكبار القيادات، مع القيادات الميدانية، يقعدوا وينتجوا لنا منظومة كاملة للمناهج بحيث تطبق من أولى ابتدائي لحد ثانوية ممكنش يا عامة. فندم ما ينفعش إن أنا أطور حاجة زي الثانوية العامة الجديدة اللي بيتقال دلوقتي واجي اطبقها على تلميذ ما عرفش اصلا الا يعني الحاجات اللي احنا شايفينها في الشارع دلوقتي. يعني اقول ان انا هيكون الامتحانات من خلال التابلت لناس ما عندهمش ما اصلا ما عندهمش اصلا نعم. فكرة. انا عايزه اعلق بس على اللجنه اللي بتحط او بتطور المناهج. احنا لما نيجي نطور مناهج عشان نعمل المصفوفه اللي بيتكلم عنها الاستاذ سيد، احنا محتاجين الاول نحط معايير الخريج اللي هي بنقول نواتج التعلم اللي هتتحقق لما الطالب يحصل على المرحلة الابتدائية. تمام. ايه هي نواتج التعلم اللي المفروض تكون موجودة في الطالب لما يحصل على الشهادة الإعدادية؟ تمام. ايه هي نواتج التعلم؟ نواتج التعلم دي قد تكون معارف، وقد تكون مهارات، كويس. وقد تكون قيم وأخلاقيات. يعني إذا أنا عندي محاور بشتغل عليها اللي احنا بنعبر عليها تربويا بالأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية. كويس. دول اللي احنا لازم، فلما تتحط معايير الخريج لابد أن عشان أحقق معايير كل مرحلة لابد ان يحط المحتوى. وانا بتكلم عن المحتوى لان المحتوى مش هو المنهج، المحتوى هي الماده اللي موجوده على الورقه اللي مكتوبه في ورقه الكتاب. تمام. هي دي الماده، هي ديت الماده التعليميه، الماده الخام اللي انا منها بقى هدخل عليها الانشطه، ودخل عليها طرق التدريس، ودخل عليها الوسائل التعليميه المعينه، ودخل عليها التواصل عن طريق شبكات الانترنت، عشان اخد من الماده اللي مكتوبه على الورق ماده تفاعليه تحقق لي اهداف معرفيه ومهاريه ووجدانيه. تمام. ده اللي لازم يتعمل. واعتقد ان انا عشان اطور ما ينفعش اطور من فوق واسيب اللي تحت، وما ينفعش برضه وما ينفعش ان انا اطور من تحت واسيب اللي فوق على قديمه. برضه لابد ان انا اعمل تحسين للي فوق، تحسين ما ينفعش اقول عليه تطوير. وابدا التطوير من القاعده وينمو التطوير. والتطوير ما ينفعش يستمر اكتر من عدد سنوات معينه. احنا عندنا متغيرات كتيره جدا موجوده محتاجه كل فتره. يعني انا مش معقول افضل ادرس نظريه داروين لحد النهارده. تمام. طب ماشي. يعني دعني دكتوره فريده اخذ مثال بسيط. هو متواجد في احدى مدارس القاهره، مدرسه تجريبيه متواجد فيها السمارت بورد في المرحله الثانويه، وتحديدا فصل ثالثه ثانوي او فصول ثالثه ثانوي التي لا يدخلها طالب. وسمارت بورد متواجده في ثالثه ثانوي فقط، ولا تتواجد في كل المراحل، ولا ثانيه ولا اولى ولا اعدادي ولا ابتدائي. هل هو الفكره ان اضيف سمارت بورد او تقنيات تعليم لا يستفيد بها الطالب، ام انه كان من الاجدى والاولى ان تتم في المراحل الكيجي وينشا عليها الطالب ويتدرب؟ يعني ما الذي يضع هذه المعايير لكي تكون حبيسه الادراج او موجوده في فصل يغلق عليها؟ هي حضرتك دي المشكله، ان احنا اللي بنعاني منها ان احنا المسؤولين اللي متواجدين في الفتره معينه اللي بيقعدوا يبداوا يتكلموا عن التطوير بهدفهم الاساسي ان الناس تقول ان في تطوير، يحس الناس يعملوا الشو الاعلامي او الشو الصحفي او كده، ان يحس ان انا اجي اقول النهارده ما انا مش هقعد مثلا، الوزير ده مش هيقعد 6 سنين و3 و3 12 سنه عبال ما الطالب اللي هو بتاع اولى ابتدائي يتخرج. تمام. لا، ده هيقعد سنتين وربنا يسهل يعني. فده لازم عايز النهارده يقول لك النهارده همشي يبقى في تطوير حصل فيه، ولذلك بيقتطع حته من التورتايه بتاعت التطوير دي ويقول لك انا هطور الحته دي. لا هو بيطور ولا بيلحق طب استاذ عبد السميع متصل معنا من المنوفيه. اتفضل يا استاذ عبد السميع.
استاذ عبد السميع حضرتك على الهواء، اتفضل. ايوه يا فندم. يا اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. كل سنه وحضرتك طيبين يا فندم. حضرتك طيب، يا اهلا وسهلا. والنبي يا فندم انا مدرس عملي زخرفه في المنوفيه. اتفضل يا اهلا وسهلا. ماشي يا فندم. فاللي ارجوه ان العمل دايما، العمل الملموس للطالب بيبقى افيد واهم لما بيشتغل بايديه. كويس. ماشي يا فندم. معاك. فهو شغله بايديه حضرتك، احنا عايزين الوزاره تفوض لنا او توفر لنا اماكن نقدر ندرب الطلبه بتوعنا حتى بالتخصص، حتى بكل تخصص على مستوى الجمهوريه. يبقى الطالب لما بيشتغل حضرتك انت شايف ان التعليم الفني مهضوم في اي مكان على مستوى الجمهوريه في اي مصنع، حتى لو تخصصه زخرفه، يبقى سيادتك كده مشكور ان هو. طب ليه ما نقولش يا استاذ عبد السميع ان التعليم الفني بصفه عامه يعني مهضوم حقه في البلد؟ بمعنى ان انا مخرجات التعليم الفني ده ممكن تحتاجها سوق العمل، لكن لا يتم التدريب بطريقه لائقه او تواجد اماكن للتدريب. ايوه يا فندم. فيا ريت والله، يا ريت يعني انا برجو. تمام. دكتوره فريد تحب تسالي الاستاذ سميع في حاجه؟ الطالب انا لما بشغله في ايديه في قلب الورشه، حضرتك بيستفيد وبيستفيد من الخبره وبيستفيد من الممارسه العامه كعمل يدوي. طيب هو يا استاذ عبد السميع حضرتك في المدرسه، استاذ عبد السميع دكتوره فريده عايزه تسالك على حاجه. حضرتك في المدرسه ما عندكش ورشه للزخرفه بتمارس فيها العملي؟ كل الامكانيات. عنده فيها كل الامكانيات سيادتك. طيب ما بتدربش الطالب ليه؟ معانا يا فندم، وهنا بيتم تدريبه، بس التدريب حضرتك دلوقتي احنا لينا 3 ايام في الاسبوع. ماشي حضرتك، 3 ايام في الاسبوع انا بدخل الطالب، ببقى مسؤول عن تمارين لازم تتنفذ، منهج دراسي لازم يتنفذ، شغل الطالب اليدوي في الكراسات برضه لازم يتنفذ، يعني بيبقى محتوى عام، بس ما بياخدش الطالب حقه برضه في التدريب. طب ما انت عندك التدريب الصيفي، انت عندك فتره تدريب صيفي. النشاط الصيفي حضرتك اتلغى من التعليم الفني من زمان. مين قال ان التدريب الصيفي اتلغى؟ وساتك احنا كنا بنمارسه في شهر 7، حضرتك جم بعتوا لنا التوجيه الفني قال لك لا ما تدربش حد في شهر 7 خالص، ما تجيبليش طلبه في التعليم الصناعي نهائي. لا يا فندم، التدريب الصيفي شغال، وطالما انت عند حضرتك انت عندك اصلا بند في الموازنه موجود خاص بالخامات اللي انت بتجيبها عشان تدرب الولاد، وعندك الورش موجوده، وعندك تدريب صيفي، وعندك حصص عملي، والطالب له نسبه حضور في الحصص العملي. اعتقد ان حضرتك لو التزمت بيها هتدرب الطلبه صح. تمام. شكرا يا استاذ سميع. اتفضل. في حاجه بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا حضرتك الامكانيات ديت امكانيات بالنسبه للتعليم الفني امكانيات ضعيفه. يعني انا دلوقتي حضرتك لما اطلع الطالب اطلعه يتدرب في مصنع على رش عربيه او رش سيارات او رش دهانات، فبالتالي هيبقى الفرصه اكتر واوفر له في سوق العمل. طيب بالنسبه للجزئيه الاخيره هو يعني يمكن انت كبروتوكول تعاون او لا مش بروتوكول تعاون، احنا اوريدي عندنا اولا التعليم الفني داخل مرحله تطوير. ممكن نكون احنا لسه ما حصدناش النواتج، لكن في تطوير موجود. وفي دلوقتي احنا عندنا التعليم المزدوج او المدرسه جوه مصنع او مصنع جوه مدرسه. ده الخطه اللي ماشي بيها التطوير دلوقتي، والطلبه بتروح فعلا تتدرب جوه المصانع وتشتغل. لكن هنا المشكله فين؟ انا عايزه اقول لحضرتك، هي الصوره بتبقى جميلة والفكرة حلوة، بس في عندي مشكلة في التطبيق. الطالب لما بيروح يشتغل في المصانع ما بيتدربش وفق الخطة اللي المفروض هو يتدرب عليها. أصحاب المصانع والشركات بيستغلوهم وما بيشتغلوش الشغل اللي المفروض يروحوه، لأنه هو لو راح إشراف من المدرسة لتطبيق. على فكرة الإشراف ده يمكن لحد سنة فاتت كان مرفوض من قبل التربية والتعليم، إن احنا نشرف على أولادنا جوه المصانع. وأنا عاصرت مشكلة كبيرة كده أيام الدكتور محمد يوسف لما كان ماسك وزارة التعليم الفني، وكان هو اللي أصدر قرار إن لابد أن الإشراف داخل المصانع صح. يتم من خلال العاملين في التربيه والتعليم، واصحاب المصانع والشركات رفضوا واعتبروا ان دي اهانه لاصحاب الشركات. لكن انا بقول هو محتاج يتدرب جوه المصنع، وبعدين في نفس الوقت ما انا عندي مدارس جواها مصانع. نعم تمام. هو التعاون مطلوب يعني، لكن التعاون ما بين الاثنين بدون فرض سلطه من طرف على الاخر. بالزبط. دي مهمه جدا. بالظبط. بس انا ليا ملحوظه صغيره، بس حضرتك بتتكلمي على التدريب الصيفي. المشكله عندنا دلوقتي ما عادش فيه اجازه صيفيه. يعني اجازه صيفيه بتقصد يعني الامتحانات بتيجي، الامتحانات بيطلع من الدور الاول يدخل على الدور الثاني ويدخل من الملاحق يدخل على مش عارف هو له عدد ساعات لازم يجتازها في التدريب. معنى كل الكلام ده على الورق يا استاذ، ما فيش فعلا عملي. ان هي انا مع حضرتك التعليم الفني لحد دلوقتي فعلا هو النوع الوحيد في مصر يا دكتور سيد اللي هو بيشهد فيه جزء من التطوير فعلا. لا ولكن بيشهد جزء سواء في التجهيزات اللي موجوده في المدارس سواء والامكانيات اللي موجوده. ولكن هو محتاج عمليه متابعه
ومتابعه دقيقه من الادارات والمديريات والوزاره ووزاره القطاع التعليم الفني، ان احنا فعلا لازم ندخل نعرف ان الطلبه بتوعنا بيعملوا ايه. يعني حضرتك في بعض الشركات اللي هي الوجبات الجاهزه بتاخد الولاد بتديله مصروف يومي، خلاص خلص على كده، وبيجي في الاخر لو ما اشتغلش راح هناك يمسح صحون ويمسح الارض ومش عارف يعمل ايه، ما بتدلوش اعمال سنه. اختلاف التخصص ربما يعني يكون تخصص الالكترونيات. انا بقول لحضرتك بديك مثال يعني تمام. مثال من في المدارس الفندقيه خدوهم يتدربوا في احدى الشركات، بقى وظيفتهم مش تدريب، وظيفتهم ان هو يروح يعني ينظف يعمل بتاعه وخلاص. بس وكلمه حق تقال ان التعليم الفني بيخوض تجربه حلوه جدا جدا في التطوير. يعني مش عايزه اقول اسماء، لكن هو فعلا في حراك في التعليم الفني. انا مع حضرتك، ولكن الخطوات برضو مش سريعه، بدليل ان في مدارس في القرى او في بعض المحافظات ما بيستفيدوش من الموضوع التدريب في المزدوج ولا مدرسه داخل مصر. تكون معايير شركات او مصانع قريبه. وحضرتك عارفه ان التعليم الفني ميزانيته كبيره جدا وتمويله متاح. احنا عندنا مشروع في التعليم الفني اسمه مشروع راس المال. المشروع ده مفعل في المدارس، بيتم من خلاله تصنيع، سواء اذا كانت مدارس صناعيه بتصنع فعلا منتجات وبتطلعها وبتعمل معارض وبتبيع المنتجات والطلبه بتشارك فيها. بس احنا بنقول امتى يبقى المشروع ده انجح، وامتى تبقى المدرسه المخرجات بتاعتها اعلى. لو المدرسه بتخدم على البلد اللي هي موجوده، على مهنه اهلها اللي موجودين فيها. يعني في دمياط يشتغل في دمياط هناك في مدارس اللي بتعلم النجاره، وفي مدارس للصيد، وفي مدارس زراعيه لمنتجات الالبان. نماذج ممتازه. بورسعيد موجوده المدارس دي، موجوده المدارس ديت وموجوده يعني. فالتعليم الفني احنا متفائلين. انا معايا مداخله تليفونيه من القاهره ان شاء الله. ام محمد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك وازي الدكتوره فريده؟